25 إبريل يوم ارتفع فيه علم مصر فوق رمال سيناء. في 25 من إبريل من كل عام يحتفل الشعب المصري العظيم بذكرى غالية وعزيزة على قلوب كل المصريين، ذكرى تحرير سيناء، تلك الأرض الطاهرة التي رويت بدماء الأبطال وارتفعت على رمالها راية النصر بعد سنوات من الاحتلال والمعاناة. في مثل هذا اليوم من عام 1982 تحقق الحلم وانسحب آخر جندي من أرض سيناء وفقا لمعاهدة كامب ديفيد لتعود سيناء إلى أرض الوطن كاملة عدا مدينة طابة التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 من مارس عام 1989 ليكتمل بذلك النصر ويسدل الستار على واحدة من أنبل المعارك الدبلوماسية في التاريخ الحديث. وقد أصبح هذا اليوم عطلة رسمية في جميع المصالح الحكومية المصرية تخليدا لهذه الذكرى التي لا تنسى والتي تجسد تلاحم الجيش والشعب والقيادة في ملحمة وطنية عنوانها العزة والكرامة. ولم تكن لحظة رفع العلم لحظة عابرة، بل كانت لحظة مقدسة جسدت وحدة المصريين بكل أطيافهم. وقد بدأها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بصلاة شكر على رمال سيناء الطاهرة، وقد أمه في الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بيصار شيخ الجامع الأزهر آنذاك. وفي مشهد مهيب آخر أدى قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية صلاة شكر أيضا برفقة الأنبا دميانوس الأول رئيس أساقفة سيناء ومطران دير سانت كاترين. ولم تغب الديانات الأخرى عن هذه اللحظة، فقد شارك حاخام اليهود المصريين ومرافقوه في صلاة الشكر، مؤكدين أن الأرض المصرية تحتضن الجميع في وحدة وطنية نادرة. وفي مشهد رمزي خالد تقدم 4 من ضباط القوات المسلحة ممثلين عن الأفرع الرئيسية حاملين علم مصر وقدموه إلى الفريق أول كمال حسن علي وزير الدفاع، والذي بدوره قبل العلم ورفعه إلى الرئيس السادات ليقبله بدوره ويعيده إلى وزير الدفاع في دلالة على تسليم الأمانة ورفعة الراية. ثم صعد الرئيس السادات إلى المنصة وعلى يمينه نائبه آنذاك محمد حسني مبارك وعلى يساره وزير الدفاع، ووقف الضباط ال4 بسيوفهم مرفوعة في مشهد أسطوري ليقوم السادات برفع علم مصر عاليا خفاقا فوق أرض سيناء المحررة. وقد أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفالا بهذه اللحظة التاريخية الخالدة. وفي 19 من مارس عام 1989 عاد العلم المصري ليرفرف من جديد على أرض طابة ليكمل ملحمة التحرير ويسجل هذا اليوم عيدا قوميا لمحافظة جنوب سيناء ولحظة فخر في سجل إنجازات الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي قال يومها بكل فخر: لقد ارتفع علم مصر على أرض طابة ولن ينتكس علم مصر أبدا، سوف يظل علم مصر شامخا خفاقا على بركة الله. كل عام ومصر بخير، كل عام وسيناء آمنة محررة عزيزة حاضرة في قلوب المصريين رمزا للكرامة والعزة والسيادة الوطنية.